تحرك دبلوماسي للبوليساريو في جنوب إفريقيا ومخاوف مما يسمى تغير الموقف الداعم استقبل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بمقر إقامته الرسمي محمد يسلم بيسط، الذي يقدم نفسه وزيرا لخارجية جبهة البوليساريو وبصفته مبعوثا خاصا من زعيم الجبهة إبراهيم غالي. خلال اللقاء سلم بيسط رسالة خطية من إبراهيم غالي إلى الرئيس الجنوب إفريقي تضمنت ما وصفته الجبهة بآخر مستجدات القضية الصحراوية إلى جانب قضايا أخرى تهم الطرفين، مع التأكيد على السعي إلى تعزيز العلاقات. يأتي هذا التحرك في توقيت حساس تزامن مع تصرحات لرامافوزا أشار فيها إلى واقعية مقترح الحكم الذاتي المغربي وما ورد في القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي كإطار سياسي لحل نزاع الصحراء. ويظهر هذا اللقاء قلقا واضحا في قيادة الجهة الانفصالية في ظل خوفها من تحول الموقف التقليدي لجنوب إفريقيا، خاصة مع تزايد المؤشرات الدولية الداعمة للحل السياسي القائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.